السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة أولى إعدادي كتاكيتي الصغيرين، وحشتوني جدا 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 يا حبايبي. يا رب أشوفكم بخير وبصحة وسلام. عاملين إيه يا حبايبي؟ خلاص بقى ادينا الأجازة ولعبنا وعملنا كل اللي إحنا نفسنا فيه، بدأ بقى وقت الجد. يلا بقى نذاكر ونشوف المنهج بتاع العلوم الجميل اللذيذ يا صغنون. أنت ركز معايا، مش عايزك تضيع وقت. طيب، أنا محتوى الحصة بتاعي بيبقى عبارة عن إيه؟ محتوى الحصة بتاعتنا بيبقى عبارة عن شرح وحل. طب يا مستر، هو حضرتك الحل ده بيبقى في نفس الفيديو ولا بيبقى في فيديو لوحده؟ لا يا حبيبي، انا هنزل لك الحل هيكون في فيديو لوحده. انا دلوقتي هشرح لك الدرس، فانت هتركز معايا وتشغل مخك وباذن الله تفهم. بعد ما بتخلص هتلاقيني منزل لك شرح حل، او سوري، منزل لك فيديو عبارة عن حل. طب يا مستر، هو الفيديو الحل ده بيبقى فيه ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله هحل لك كتاب الامتحان كله فور فري مجانا من غير اي حاجه. هنزل لك الحل دايما بتاع الدرس اللي انا بشرحه لك من كتاب الامتحان. اظن كده مفيش احسن من كده، هطبق لك وهنحل وهنكسر الدنيا. فانا كل اللي طالبه منك انك تركز معايا، وانا هعرفك برضو بقيه التفاصيل دي تاني في اخر الفيديو. قبل ما نبدا نقول دعائنا الجميل: اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ الملائكه المرسلين، وان تجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واصرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، انت حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله نسمي الله. يا ترى يا مستر المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه، او المنهج هو عباره عن ايه؟ العلوم يا حبايبي متقسمه لاربع فروع: فرع كيمياء، وفرع فيزياء، وفرع احياء، وفرع جيولوجيا او علوم الارض. فاحنا هنتكلم من كل جزء او كل باب على حسب منظور العلماء دي شافتها ازاي ساعتها. طب احنا دلوقتي اول باب عندنا بيتكلم عن ايه؟ قال لك هنتكلم فيه عن الكيمياء، وعلماء الكيمياء وازاي قسموا لنا الحاجات لمواد وعناصر مركبات و الى اخره. طيب، النهارده درسنا بيتكلم عن ايه؟ النهارده درسنا بيتكلم عن الماده. هو ايه الماده دي يا مستر؟ قال لك ان الماده دي هي عباره عن اي حاجه موجوده حوالينا. يعني ايه؟ مش فاهم يا مستر. قال لك ان القلم اللي في ايدك ده يعتبر ماده، كشكول اللي انت بتذاكر فيه يعتبر ماده، التليفون اللي انت ماسكه بتسمعني من عليه عباره عن ماده، الترابيزه، الكرسي، السرير، اي حاجه حوالينا هي عباره عن ماده. يبقى الماده يا حبايبي هي اي شيء او اي جزء موجود حوالينا. طيب، لما جينا نحب نعمل له تعريف قال لك هي الماده عباره عن ايه، او هي ايه. لو احنا جبنا القلم ده وحطيناه على الميزان مش هيدي رقم؟ هتقول لي اه يا مستر هيديني رقم، هيديني رقم على الميزان. كنا بنسمي لما احط الحاجه على الميزان وتديني رقم، الرقم ده كنت بسميه الكتله. يبقى رقم واحد لو مسكت القلم ده وحطيته على الميزان هيديني كتله. طيب جميل، هو القلم ده يا مستر لو انا مسكته مش هو واخد مساحه من ايديا؟ هتقول لي اه يا مستر واخد مساحه من ايدك. يعني مش واخد مكان من جوه ايديا؟ اه يا مستر واخد مكان من جوه ايدك. فلما جينا نعمل تعريف للماده قال لك الماده هي عباره عن كل ما له كتله ويشغل حيز. مثال تاني: انا لو جبت الكرسي وحطيته على الميزان مش هيديني رقم على الميزان؟ اه يا مستر. يبقى الرقم اللي اداني على الميزان دي بسميها كتله. طب هو مش الكرسي واخد من المكان اللي احنا قاعدين فيه؟ هتقول لي اه يا مستر واخد من المكان اللي احنا قاعدين فيه، يعني بيشغل مساحه، بيشغل حيز. اه يا مستر واخد مساحه واخد حيز. يبقى انا تعريف الماده عباره عن ايه؟ كل ما له كتله وبيشغل حيز. طيب تعالوا نشوف الكلام الجميل ده عندنا على الباور. قال لك الماده هي كل ما لها كتله وحجم ويشغل حيز. قال لك ليها كتله وليها حجم، يعني شكله بتشغل حيز. طيب، كل حاجه في الدنيا بتتكون من حاجه ابسط منها. يعني ايه؟ مش فاهم هقول لك. يعني مثلا التلفزيون اللي احنا بنتفرج عليه ده، عشان نكون الاول والله جبنا في الاول خالص اسلاك صغيره وشويه بلاستيك وشويه حاجات، قعدنا نجمعهم مع بعض لحد ما عمل لي البلاستيك بتاع الشاشه. جبنا الازاز وجبنا الزراير وجبنا الفيش و لحد ما وصلنا للشكل الكبير اللي احنا شفناه ده اللي هو الشاشه. مثال كمان: العربيه. عشان نكون العربيه الكبيره دي والله يا مستر جبنا مسامير، وبعد كده جبنا حديد، وبعد كده جبنا الكاوتشات والازاز والدريكسيون و لحد ما جمعنا العربيه الكبيره اللي احنا شايفينها ده. البيت اللي احنا قاعدين فيه عشان نبنيه اتبنى ازاي؟ قال لك جبت الاول الطوب، وبعد كده الرمله، وبعد كده الاسمنت وحطيتهم على بعض، وبعد كده جبت الحديد وجبت مش عارف ايه و لحد ما بنيت البيت الكبير اللي احنا شايفينه ده. فانا عايز اوصل لك من الكلام اللي انا بقوله ده ايه؟ ان كل حاجه عشان نكونها لازم تكون بتتكون من حاجه اصغر منها يا حبايبي.
طيب احنا دلوقتي عندنا بنتكلم عن الماده، يعني اي حاجه موجوده في الدنيا. قال لك اي حاجه موجوده في الدنيا اللي هي الماده بتتكون من حاجه اصغر منها، اللي هي مين؟ فبدأ لك الكلام اللي انا عندي الماده بتتكون من حاجه اصغر منها اسمها الجزيئات. تاني زي ما البيت الكبير بيتكون من حاجه اصغر اللي هي الحيطه، ثم حاجه اصغر اللي هي الطوب، ثم اصغر اللي هو الفتافيت الصغيره او الرمل او الاسمنت. فاحنا عندنا كل الحاجات اللي موجوده في الدنيا اللي هي الماده بتتكون من حاجه ابسط منها اللي هي الجزيء. هل هيقف لحد كده؟ قال لك لا، قال لك هيكمل. فالجزيء بيتكون من حاجه اسمها الذره، ودي محتوى درسنا النهارده وهنتكلم عنها باستفاضه قد كده. يبقى انا قبل ما ابدا اي حاجه، قبل ما اشرح اي حاجه، عايزك تركز معايا ان اي حاجه في الدنيا بتتكون من حاجه اصغر منها. فاحنا اتفقنا ان كل اللي حوالينا ده عباره عن ماده، فالماده بتتكون من حاجه اصغر اللي هي الجزيئات، والجزيئات بتتكون من حاجه اصغر اللي هي الذرات. يبقى انا عندي مين اصغر حاجه موجوده في الماده؟ هتقول لي هي الذره. هو انا قلت لك ان في حاجه اصغر من الذره؟ لا يا مستر ما قلتليش. يبقى انا عندي اصغر حاجه موجوده في الدنيا وحده البناء. ايه ده ايه ده ايه ده يا مستر؟ يا لهوي انا مش فاهم حاجه. يعني وحده البناء دي هقول لك. هو انا لو سالتك البيت اللي احنا عايشين فيه ده ايه اصغر حاجه موجوده فيه؟ يعني لما جينا نبنيه هتقول لي والله يا مستر الطوب الاحمر اللي احنا بنيناه ده يعتبر هو الحاجه الاساس اللي احنا بنينا بيها. طب اقدر اقول لك عليه ان هو وحده البناء، هو الاساس اللي بنيت بيه البيت. هو بالظبط نفس الكلام على كل الحاجات اللي موجوده في الدنيا. اصغر حاجه بتتكون منها هي الذره، فالذره هي وحده بناء الماده، هي اصغر حاجه في الماده، هي اللي لما الذره مع ذره مع ذره مع ذره عملت جزيء، فجزيء مع جزيء مع جزيء مع جزيء عمل الماده. زي بالظبط طوبه مع طوبه مع طوبه مع طوبه عملت الحيطه، حيطه مع حيطه مع حيطه مع حيطه عملت الاوضه، اوضه واوضه واوضه راحوا عملوا البيت الكبير اللي احنا عايشين فيه. بالظبط نفس الفكره، ان ذره صغننه وذره كمان صغننه وذره كمان صغننه اتجمعوا مع بعض فعملوا لي جزيء، جزيء كمان مع جزيء كمان مع جزيء كمان راح عمل لي الماده. يبقى مين اصغر حاجه اللي هي الاساس الصغير خالص 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 اللي هو وحده البناء بتاعتي؟ هي الذره. يبقى لما اجي اسالك تعريف الذره، هي وحده بناء الماده، هي اصغر حاجه موجوده في الماده. طيب قول لي بقى يا مستر احنا ايه الكلام بتاعنا اللي عن الذره، وحضرتك قلت لي ان محتوى الدرس كله عن الذره، واحنا هنقول ايه بالظبط؟ طيب قبل ما ابدا تعالوا نجيب الوايت بورد. ماشي بسم الله. خليك معايا ولا اوعى تنام. تعالوا نجيب الوايت بورد. الوايت بورد يلا بسم الله. دخل الخط الاحمر. درسنا النهارده يا حبايبي بيتكلم عن ايه؟ قلنا درسنا النهارده معظم كلامنا عن الذره. طيب خد يا معلم دي لحد اخر الدنيا وحطها في دماغك، ان احنا كل الحاجات اللي عرفناها والعلم اللي اكتشفناه ده في علماء قعدوا يدوروا وقعدوا يلعبوا ويبحثوا لحد ما اكتشفوا لنا كل المعلومات اللي احنا نعرفها دي. هي كانت ناس فاضيه ما لهمش حاجه، قعدوا يكتشفوا وراحوا عرفونا بقى بالعلم اللي احنا عاملين نتعلمه ده كل شويه. ما علينا يعني. فايه اللي حصل؟ قال لك ناس كانوا قاعدين ما بيعملوش حاجه. قال لك بقول لك ايه، احنا هنمسك شويه حجر نقعد نكسر فيه. هو يا مستر هم بيعملوا كده ليه؟ والله يا ابني ما اعرف، والله يا ابني العظيم، والله العظيم ما اعرف هم بيعملوا كده ليه. مسكوا شويه طوب وقعدوا يكسروا فيها لحد ما الطوب ده اداني فتافيت صغيره. قال لك بس احنا هنقول ان اصغر حاجه ما بعرفش اكسرها في الحاجه اللي ماسكها في ايدي دي، يبقى هي دي اللي بتبني لي الكلام ده. انا مش فاهم اي حاجه والله يا مستر، مش فاهم يعني، مش عارف انت بتقول ايه. تاني لو انت مسكت زلطه او حجر وفضلت تكسر فيه هيديك في الاخر فتافيت صغيره، صح كده؟ اهو ناس بقى اسمهم علماء اليونان قالوا لك ان احنا الفتافيت الصغيره اللي هتوصل اللي هي البودره اللي هتبقى في الاخر دي، هي دي ابسط حاجه بتكون البتاع، او اللي هي الماده. يعني البتاع دي اللي انا اقصد الماده هي اصغر حاجه بتكون الماده. ولما اجي اقول لك ان الحجر ايه ابسط حاجه بتكونها هتقول لي الفتافيت الصغيره دي. طبعا الكلام ده مش صح علميا ولا ليه اي اساس من الصحه، بس هم حطوا لنا الطريق اللي احنا
طب ما احنا فعلا عايزين نعرف بقى هو كل الحاجات اللي في الدنيا دي ايه ابسط حاجه بتكونها، فهم اللي حطوا لنا الطريق اللي احنا نمشي ونكمل عليه. فقالوا لك ان اصغر حاجه خالص 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 دي ما بتتكسرش، او اصغر حاجه الفتافيت هنسميها هي البناء بتاع الحاجه دي. بعد كده جه عالم اسمه دالتون. عمل بقى ايه العالم دالتون؟ هو اول واحد حط نظريه علميه عن ان موجوده في ذره، وان الذره دي ما بتتكسرش. تاني، دالتون عمل ايه يا مستر؟ قال لك هو اول واحد بقى ادانا نظريه علميه، ادانا علم بقى، ادانا كلام مكتوب في ورق. قال لك ان احنا فعلا عندنا حاجه اسمها ذره، ودي تعتبر هي اصغر حاجه وما بتنكسرش. هل ادانا شكلها؟ لا. طب هل وريها لنا هي ايه؟ لا. يبقى نظريته العلميه دي لما نيجي نضربها ونقول انها صحيحه، هل هتبقى بالنسبه لنا صحيحه؟ لا طبعا. هو احنا شفنا الذره؟ هو كان افتراض منه. قال لك ان انا هقول لك ان اصغر حاجه بتكونها اي حاجه في الدنيا هي الذره، وان الذره دي ما بتتكسرش، يعني ما بتتقسمش نصين، هي اصغر حاجه موجوده في الدنيا. بس هل ادانا شكلها؟ لا. هل ورانا هي بتتكون من ايه؟ لا. بس هو اول واحد حط نظريه علميه عليها، لحد ما جه العالم رذرفورد، وهو العالم اللي عرف يكتشف لنا شكل الذره عامل ازاي. يبقى ركز بقى معايا في ترتيب العلماء ده عشان مهم وبتتسال عليه. اكيد مش هقوله لك عشان بحكي لك حدوته، اكيد عشان بتتسال عليه. بدأنا خالص بعلماء اليونان، مسكوا حجر وكسروه وقال لك ان الفتافيت الصغيره دي هي اللي بتكون لي الماده. بعد كده جه العالم دالتون، هو اول واحد حط نظريه علميه حقيقيه عن الذره. بس هل ورانا شكلها؟ لا. هل عرفنا هي عباره عن ايه؟ لا. لحد ما جالنا العالم رذرفورد. عمل لنا ايه بقى العالم رذرفورد ده يا حبايبي؟ هو الوحيد وهو الاول واحد ورانا وعرفنا وعمل لنا نموذج لشكل الذره. طب هو شكل الذره يا مستر عامل ازاي؟ تعال معايا ما اوريك. سمي الله بقى وركز معايا جدا جدا في الجزء ده لانه جزء مهم. بسم الله. الذره يا مستر بتتكون من ايه او شكلها عامل ازاي؟ العالم رذرفورد لما جه بقى اكتشف، هو هتقول لي هو عمل كده ازاي يا مستر؟ طبعا بالميكروسكوب. هو اكيد ما شافهاش بعينيه، الذره ما بتتشافش بالعين. هو قعد بقى يدور ويبحث بالميكروسكوب لحد ما وصل لشكلها. شكلها عامل ازاي؟ انا هوريك شكلها كرسمه كروكي هنا. طبعا كلنا شفنا الشكل ده، كلنا شفنا الشكل ده. تقولي دايما كان بيبقى موجود في الكرتون يا مستر، او بشوفه في الحلقات اللي هي بتاعه الفضاء والاجزاء دي. ده ايه ده؟ ده شكل الذره. افهمك طبعا كل حاجه انا بعملها هي عباره عن ايه. مش هسيبك يعني، ما تقلقش. طيب ايه ده بقى يا مستر؟ وايه ده الشكل اللي انت موريهوني ده؟ هو ده ايه؟ ده يا حبايبي شكل الذره. بصوا عشان ما تلخبطوش، انا هشيل دي وهعملها لكم احسن بالايه، بالرموز بتاعتها، عشان انا عارف الايه وكل الله اكبر عليكم ما شاء الله يعني. هو ايه دي يا مستر؟ ايه الرسمه اللي حضرتك راسمها لنا دي؟ طيب يا مستر ايه بقى الشكل اللي انت راسمه لنا ده؟ وده عباره عن ايه؟ بص انا هقول لك الكتاب بتاعك قالها لك ازاي على طول، والذره بتتكون من ايه، وبعد كده افهمك واحده واحده هو ايه الكلام ده. قال لك ان الذره هي عباره عن جسيم بيتكون من نواه تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه ونيوترونات متعدده الشحنه، يدور حولها جسيمات صغيره جدا او متناهيه الصغر في مستويات الطاقه اسمها الالكترونات. اها يا نهار ابيض، انا مش فاهم حاجه، وانا المفروض احفظ ده؟ لا، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم. ولما تفهم انت لوحدك هتكتب تعريف الذره او الذره بتتركب من ايه. ركز بقى معايا. سمي الله، صلي على رسول الله، اديني بقى دماغك عشان الجزء ده مهم. قبل ما اشرح الذره وتركيب الذره وهو ايه النواه وهي ايه البتاع والحاجات دي كلها، عايز بس الاول اعرفك الفرق ما بينهم. النواه بتتكون، الذره انا اسف كلها عموما والنواه برضو بتتكون من جسيمات صغيره ليها اسم. ركز بقى معايا. اول حرف هنشوفه عندنا هو حرف البي، وبعد كده حرف الان، وبعد كده حرف الاي. ايه يا مستر اللي انت بتكتبه لي ده؟ وده عباره عن ايه؟ هقول لك.
البي دي يلا قول ورايا حاجه اسمها بروتونات. يلا تاني البي دي عباره عن بروتونات. بي عباره عن بروتونات. البي عباره عن بروتونات. قرر ورايا وانا بقولها. طب والان يا مستر عباره عن ايه؟ الان عباره عن نيترونات. يلا تاني الان عباره عن نيترونات. الان عباره عن نيترونات. طب والاي يا مستر اسمها ايه؟ قال لك الاي عباره عن الكترونات. يبقى تاني البي ب بروتونات. الان نون نيترونات. الاي الاي الكترونات. ما تضحكش عليا ده مش قادر اقف. عايز اقول لكم ان انا بص شغال من الساعه 8 الصبح وجاي بسهركم الساعه 2 بالليل. فانا بص انا خلصان هموت واكل والله مش قادر والله. نفسي كده في طبق رز على حته لحمه. انا مش هصور، انا هرجع اكل ولا ايه؟ ولا اصور؟ لا انا اصور. طيب يلا ركز معايا. البي عباره عن بروتونات. والان عباره عن نيترونات. والاي عباره عن الكترونات. طيب حضرتك عمال تحفظنا الاسامي ليه؟ عشان يا حبيب قلبي هو في الامتحان عايز اعرفك ان البي هو بروتون، لان هو ممكن ما يجيبلكش هي ايه دي. يعني ممكن في الامتحان يقول لك بروتون وممكن يجيبها حرف البي، فانا عايزك تبقى عارف دي ودي واسمها ايه. طيب طبعا قبل ما اشرح الجزئيه دي لازم اعرفك حاجه، ان في جزيئات بيبقى عليها حاجه اسمها الشحنه. ايه دي الشحنه يا مستر؟ ويعني ايه وايه الكلام ده كله؟ تعالى افهمك. شايف علامه الزائد دي؟ لما بلاقيها مكتوبه على حاجه بقول على الحاجه دي انها موجبه الشحنه. تاني كده. تاني يا مستر، لما بلاقي علامة الزائد محطوط على أي حاجة من الثلاثة دول، ساعتها بسمي إن الحاجة دي شحنتها موجبة. شحنتها إيه؟ موجبة. هو أنت مش خدت اللي أنا عندي ممكن أفقد إلكترون وأتحول إلى أيون موجب، وممكن أكتسب إلكترون وأتحول إلى أيون سالب؟ مش خدت الكلام ده كله؟ تعرفه، خدته في ابتدائي. فأنا دلوقتي لما بلاقي علامة الزائد، بس أنا بعلمك عشان إنك ما تعرفش حاجة، فلما بلاقي علامة الزائد على حاجة يبقى ساعتها الزائد دي معناها انها موجبة الشحنة. طب لما بلاقي علامة الناقص دي معنى ان الحاجة اللي قصادك انها سالبة الشحنة. ليه بقى؟ يبقى لما بلاقي علامة الناقص معناها ان الحاجة اللي قصادي دي هي سالبة. طب يا مستر لو لقيت الاتنين مع بعض يعني ايه؟ يعني واحدة موجب وتحتيها واحدة سالب. هو مش كده موجب وسالب زائد وناقص؟ يعني واحده زائد وواحده ناقص، يبقى اللي قصادي دي هقول عليها هل هي سالبه ولا هي موجبه؟ لا، قال لك لما احط لك الاتنين مع بعض معناها ان هما قد بعض بيساووا بعض، يعني الراجل ده شحنته متعادله. ومعنى لما اقول لك ان هو متعادل يعني اكنه معلهوش شحنه. تاني قلت لك لو لقيت علامه الزائد معناه ان هو موجب، طب لو لقيت علامه الناقص معناه ان هو سالب، طب لو لقيت دي بقى اللي هي موجب وناقص الاتنين مع بعض في نفس الحاجه، ساعتها بقول عليه اسمه متعادل. ماشي مش هتمشي فهنكتب فيها متعادل. طب ومعنى ايه ان هو متعادل يا مستر؟ يعني ملوش شحنه، اكن الشحنه بتاعته مش موجوده. طيب ركز معايا بقى، اسالك شويه. اتخضيت طبعا، اتنفضت، ما انا عارف. هو انا لو يعني مش عارف والله الكلام ده ازاي، بس انت لازم تفهمها بالطريقه دي عشان عارف ان دماغكم مش هتيجي غير بكده. هو انا استغفر الله العظيم يا رب، طبيعي اللي انا اشوف اتنين ولاد مرتبطين؟ رد عليا. اكيد لا. طب هل الطبيعي اللي انا اشوف اتنين بنات مرتبطين؟ هتقول لي يا القرف ده. اكيد لا، قوم لوط بقى وهنخش النار وش على طول، هنترمي في النار. فمش من الطبيعي اللي الاقي ولد مرتبط بولد او بنت مرتبطه ببنت.
امال الطبيعي ان انا الاقي ايه؟ ان ولد وبنت الاتنين مرتبطين ومتجوزين وزي الفل. يعني عايز تقول لي ايه يا مستر؟ يعني مستحيل اللي زي بعض يرتبطوا يقربوا من بعض، لان الحاجه دي ما تنفعش. انما امتى يقربوا او يرتبطوا من بعض؟ لو كانوا مختلفين. تاني لو الاتنين زي بعض، هم زي بعض، نفس النوع نفس الحاجه، هل طبيعي ان هم يرتبطوا؟ لا. انما لو الاتنين مختلفين، يعني ولد وولد لا، طب بنت وبنت لا، انما ولد وبنت تنفع. يبقى طول ما الحاجه زي بعضها ما ينفعش ترتبط ببعضها. انما لو هم مختلفين يحدث ارتباط. طب هو حضرتك عمال تمشي وتمهد لي، عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان في قاعده عندنا في الفيزياء بتقول لك ان اللي عندهم شحنات زي بعض بيبعدوا عن بعض. تاني اللي شحناتهم زي بعض بيبعدوا عن بعض. طب اللي شحناتهم مختلفة بيقربوا من بعض. بمعنى ان لو عندك موجب قصاده موجب، هل الاتنين هيقربوا ولا الاتنين هيبعدوا؟ لا والله يا مستر، الاتنين زي بعض فالاتنين هيبعدوا عن بعض. طب لو عندي سالب وسالب، مش هما زي بعض؟ معنى اللي هما زي بعض يبقى هما الاتنين هيبعدوا عن بعض. طب لو جبت لك موجب وسالب، لا هنا بقى هنقف. الاتنين مختلفين يبقى الاتنين هيقربوا من بعض. يبقى احنا عندنا في الفيزياء بنقول ايه؟ انا عمال امهدها لك بقى بالعاميه، تعالى بقى افهمها لك علم. الشحنات المتشابهه بتتنافر. الشحنات المتشابهه بتتنافر او بتتباعد. طب الشحنات المختلفه بتتجاذب. تاني الشحنات اللي زي بعضها اللي هي بقول عليها المتشابهه مالها؟ قال لك بتتنافر، بتتباعد، بتبعد عن بعضها. انما الشحنات المختلفه بتتجاذب، بتتجوز، بتقرب من بعضها، بترتبط مع بعضها. يبقى احنا عندنا في الفيزياء الشحنات المختلفه الشحنات المختلفه بتتجاذب، والشحنات المتشابهه بتتنافر وبتبعد عن بعضها. كل الليله دي بأسسك عشان لما نخش في القصه دي ونخش في الموال الازرق ده ما توجعش دماغي وما تقولش لا مش فاهم يا مستر والكلام ده كله، وتدعي لي يا حبيب قلبي. طيب قعدت بقى مهد لك حته الشحنات وافهمك الفرق ما بينهم والكلام ده كله ليه؟ عشان هننط على الناس المحترمه دي. احنا عرفنا اساميهم. تعالى بقى انا هسالك وانت تجاوب، عايز اسمعك وانت بتجاوب. هتقول لي يا مستر انت تسمعني؟ لما جه بقى العالم رذرفورد يبص على البروتون، او في العموم بقى بعد كده لما احنا اكتشفنا الجسيمات، لقينا ان البروتون ده عليه علامه الزائد. طب معنى ان هو عليه علامه الزائد يبقى شحنته ايه؟ تقول لي علامه الزائد مستر عبد الرحمن قال لي ان شحنته موجبه، يبقى البروتون موجب. يا وحش البروتون موجب الشحنه. لما جينا نبص على الالكترون لقينا عليه علامه الناقص، علامه السالب. والله المستر قال لي طالما عليها علامه الناقص يبقى ده معناه ان هو سالب. لا معناها ان هو سالب الشحن. يبقى البروتون لما جينا نبص عليه لقينا عليه علامه الزائد فقلنا ان هو موجب. الكترون لما بصينا عليه لقينا عليه علامه الناقص فقلنا ان هو سالب. اما بقى النيوترون يا مستر لقينا عليه الزائد والناقص. اتفقنا طالما زائد وناقص يبقوا الاثنين قد بعض متساويين، ساعتها كنت بقول عليهم ان هم متعادل. ومعنى ان هو متعادل يعني اكنه معلهوش شحن. يبقى انا عندي النيوترون في الحاله دي بقول عليه ان هو متعادل. يبقى انا عندي البروتونات بي موجبه الشحنه، النيترونات ان متعادله الشحنه، الالكترونات الاي سالبه الشحنه. يبقى البي موجب والاي سالب، والان ده مختلف عنهم متعادل ملوش شحنه اصلا عشان عنده موجب وسالب والاثنين قد بعض. تعالوا بقى نشوف الكلام ده على الذره. الذره بقى يا مستر بتتكون من ايه وهي عباره عن ايه؟ قال لك ان الذره هي عباره عن نواه، ودي موجوده في المركز، بيلف حواليها الحاجات اللي انت شايفها دي اللي هي النقط الحمراء في حاجه اسمها مستويات الطاقه اللي هي الخطوط الزرقاء اللي انا راسمها لك. مش فاهم اي حاجه. تاني النواه عباره او الذره عباره عن نواه اللي هي موجوده في النص، الكره الكبيره اللي في النص دي بيدور حواليها
جسيمات صغيرة خالص في مدارات. المدارات دي بسميها مستويات الطاقة. هشرحها لك وافهمك هي يعني ايه مستويات الطاقة. تعال الاول اقول لك الكلام ده اللي احنا عمالين نشرحه موجود فين هنا. طيب يا حبايبي تعالوا بقى نشوف. لو خدت بالك عايزين بقى لون مختلف خالص خالص خالص، هنجيب الاخضر. لو خدت بالك اللي انا حاطط لك جوه النواه جواها الرمز بي والرمز ان. طب هو مش بي ده كان عباره عن البروتونات وان دي كانت عباره عن النيترونات؟ يعني انا عايز اقول لك ايه؟ يعني انا عايز اقول لك ان النواه اللي موجوده في النص دي فيها حاجتين، فيها البي وفيها الان اللي هي البروتونات وفيها النيترونات. طيب واتفقنا يا مستر ان البروتونات موجبة والنيترونات متعادلة. يبقى النواة بتحتوي على ايه؟ النواة بتحتوي على البروتونات الموجبة والنيترونات المتعادلة. طيب اتبقى لي ايه بقى يا مستر؟ اتبقى لي الكور الحمراء اللي بتدور بره دي. هي دي مين؟ وانا مش خدت البي وخدت الان، يبقى مين؟ يبقى الاي. طيب مين بقى في دول هيبقى الاي؟ هي دي الكور الحمراء اللي بتلف حوالين النواه بره. يبقى الكور الحمراء اللي بره دي هتبقى عباره عن ايه؟ قال لك دي عباره عن الاي اللي هي من يا مستر اللي هي الالكترونات. واتفقنا يا حبايبي ان الالكترونات سالبه، يعني شحنتها عليها ناقص فهي سالبه الشحنه. يبقى انا الذره بتتركب من ايه؟ بتتركب من نواه كبيره موجوده في النص في المركز بتاع الذره. قال لك ان النواه دي بتحتوي على البي والان. البي والان اللي هم مين؟ البروتونات الموجبه والنيترونات المتعادله. طيب بيلف حواليها جسيمات صغننه خالص 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 اللي هي النقطه الحمراء اللي انا راسمها دي، اللي هي مين يا حبايب قلبي؟ اللي هي الالكترونات. وانا اتفقت معاك ان الالكترونات سالبه الشحنه. يبقى انت دلوقتي تعرف تقول لي الذره بتتركب من ايه؟ يلا غمض عينك كده ما تبصش على الكاميرا، يلا ما تبصش على اللي كاتبه، قول يلا قول ورايا. الذره بتتكون من نواه موجوده في المركز. النواه دي بتحتوي على ايه؟ على البي البروتونات الموجبه، احنا مخبيين نسيت، البروتونات الموجبه والنيترونات المتعادله. بيلف حواليها كور صغيره خالص، جسيمات صغيره خالص اللي هي مين؟ الالكترونات. واتفقت معاك برضو ان الالكترونات شحنتها سالبه. يبقى احنا عرفنا تركيب الذره. شويه كده مواصفات وملحوظات هقولها لك عن الذره وخلاص كده. قال لك ان الذره رغم انك شايف ان الشكل الازرق الكبير ده هو اللي بيلف وان المفروض الالكترونات هي اللي تبقى اقوى واكبر حاجه، قال لك ان كتله الذره كلها موجوده في النواه، وان الحاجات اللي حواليه دي تعتبر كتلتها مهمله اكنها مش موجوده. بمعنى يعني عايز اقول لك ان كتله الذره معظمها موجوده في المركز اللي هي مين؟ اللي هي النواه. الكتله اللي لو حطيتها كده اللي هو الرقم اللي بيطلع على الميزان يعني، بس طبعا الذره ملهاش ميزان. انا عايز اقول لك ان الكتله بتاعت الذره معظمها موجوده في المركز اللي هو النواه. اما الالكترونات اللي بتلف حواليها دي قال لك ان كتلتها مهمله اكنها مش موجوده. يبقى بتتمركز معظم الكتله بتاعت الذره فين؟ في النص يا مستر. اللي هي مين دي؟ اللي هي النواه. يبقى بتتمركز الكتله بتاعت الذره فين؟ في النص يا مستر. اللي هو مين؟ اللي هو المركز بتاعها اللي هو مين برضو؟ اللي هو النواه. يبقى معظم الكتله بتاعت الذره موجوده في النواه. قال لك اللي احنا لو جبنا النوادي اللي بقول لك ان معظم كتلتها بتاعه الذره موجوده فيها هي، لو جبنا النوادي نقارنها بحجم الذره، حجم الذره بقى اللي هو الحجم بتاعها كله، هنلاحظ انها عامله زي راس دبوس موجوده في ملعب كبير قوي 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 قوي. ايه ده؟ تعال اقول لك ازاي. بص كده معايا. ادي هنا الدرس بيقول لك ان الذره عباره عن وحده بناء وتركيب جميع المواد، وبيوضح لك بقى الحاجات اللي احنا كتبناها اللي هي مين. قال لك ان انا عندي اهو، ان انا عندي الذره بتتكون من نواه، والنواه دي هي اللي بتدور في النص.
هي اللي موجوده في النص بيلف حواليها حاجات كور صغيره شحنتها سالبه. طيب ان النواه بتتكون من نيترونات وبتتكون من بروتونات. طيب وبعد كده راح دخل في تركيب الذره، قال لك بتتكون من نواه. انت طبعا عمال تشوف دي، عايز تقول لي هو ايه دي يا مستر، ايه دي انا مش فاهم ايه دي. هفهمك دلوقتي. بتتكون من نواه، والنواه دي عباره عن بروتونات وعباره عن نيترونات، وانها كمان بتتكون من الكترونات بتلف حواليها. ركز بقى معايا كده، تعالوا نرجع للوايت بورد بتاعتنا. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. هو مش احنا اتفقنا ان البروتونات دي موجبه؟ والنيترونات دي متعادله؟ هتقول لي وانا قلت لك ان لما معناها ان هو متعادل اني اكنه ما عندوش شحنه، تقول لي طب انا لو جيت سالتك ان النواه كلها بقى اللي هي بالبي والان شحنتها ايه؟ والله هتقعد تبص هتلاقي ان عند البي دي موجب، وان الان عندها موجب وسالب. هو انت شايف مين الاكتر؟ هتقول لي الزائد، والزائد هم الاكتر. وغير كده انا قايل لك ان النيترونات شحنتها متعادله، ومعنى انها متعادله اكنها مش موجوده. يبقى انا بالنسبه للشحنه اكنها مش موجوده، يبقى انا بقى عندي مين؟ البي الموجب. يبقى انا عندي النواه ايه ده طلع لها نواه، طلع لها شحنه هي كمان. يا نهار ابيض، انا كده حفظت 4 شحنات. ايوه 4. طلع شحنتها في الاخر موجبه. تاني بقى عشان نجمعهم مره واحده، يبقى انا عندي البروتونات عليها زائد شحنتها موجبه، النيترونات موجب وزائد فشحنتها شحنتها متعادله. وانا قلت لك ان المتعادله دي اكنها مش موجوده. يعني انا عايز اقول لك من الاخر الشحنه بتاعت النواه اكنها شحنه البروتون، فبقول عليها شحنه موجبه. وقلت لك ان بيلف حواليها كور صغيره عليها ناقص فهي سالبه الشحنه. يبقى النواه موجبه، البروتونات موجبه، الالكترونات سالبه، والوحيده المتعادله هي النيترونات. اللي بعده طبعا ده واحد مستغرب زي كده بالظبط لما جيت قلت لك ان رغم انها فيها معظم الكتله بتاعت الذره، وانها هي بقى الماليه مركزها بقى التقيله الجامده، اللي راح حجمها بالنسبه لحجم الذره عامل زي راس الدبوس في الملعب الكبير. فده وش الراجل لما شاف البتاع عمل لك اتصدم عمره. تعال اقول لك انها عامله ازاي. يا نهار ابيض بقى، انا مش عايز ارجع انا هنا بقى. ايوه اديني بقى ده، اديني الاحمريقه هتبقى تخين. قال لك انها شايف الملعب الضخم ده كله، قال لك ان النواه بالنسبه للذره اكنها النقطه الحمراء اللي انت شايف النقطه الحمراء دي، اكنها النقطه الحمراء دي بالنسبه لكل الملعب اللي انت شايفه ده. يبقى النواه حجمها بالنسبه حجم الذره قال لك عامله زي راس الدبوس اللي موجود جوه ملعب كره قدم. طيب هنا طبعا بيتكلم لي عن الجسيمات، وبيقول لك ان انا عندي البروتونات موجبه، النيوترونات متعادله، وان الالكترونات سالبه. كان بيقول لك ان شحنه البروتون بتساوي، انا هقول لك دي يعني ايه، سيبها لما نجي لها هفهمك الجمله دي يعني ايه. بس انا كل اللي انا عايزه منك انك تعرف ان البي بروتون وموجب، الان نيوترون ومتعادل، والاي الكترون وسالب. مكانها فين في الذره؟ قال لك ان مكانها في الذره موجوده في النص، البي والان في النص موجودين في النواه. امال الالكترونات فين يا مستر؟ قال لك ان الالكترونات موجوده هنا اهو بتلف حوالين النواه. يبقى اللي موجود جوه النواه هو البروتونات والنيوترونات. امال مين اللي بيلف حوالين النواه؟ الالكترونات. الالكترونات دي ايه يا مستر؟ سالبه. طب النيوترونات عندها موجب وسالب فبقول عليها متعادله. بص انا براجع معاك بذاكر معاك والله. طب البي، انا عارف ان انا بكرر الكلام كتير بس عشان تسمع الفيديو ما تعملش حاجه ثانيه بعدها تحل على طول. طب البي اللي هي البروتونات كان عليها زائد فكانت موجبه الشحنه. كنت بقول لك ان يا مستر تعال نشوف رحله النواه. فالنواه عندها المتعادل اللي هو مين؟ اللي هي النيترونات، وعندها البي الموجبه. طب المتعادل ده اكن شحنته مش موجوده، انا ما شفتهاش، انا ما اعرفش عنها حاجه، اكنها مش موجوده جوه النواه. اتبقى لي مين؟ البروتون الموجب. فبقول لك ان النواه كلها على بعضها موجبه الشحنه. تمام.
تمام. فاكر بقى لما كنت بقول لك ان الالكترونات بتلف حوالين الذره او حوالين النواه في حاجه اسمها مستويات الطاقه؟ هي ايه مستويات الطاقه دي؟ ويعني ايه توزيع الكترون؟ ويعني ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ ده هنتكلم عنه دلوقتي يا حبايبي. اديني بقى دماغك وركز معايا. يلا نسمي الله بسم الله ونبدا صفحه جديده. تعالوا بقى نتكلم عن مستويات الطاقه والبروتونات والكلام ده كله. طيب بقى يا حبايبي، تعالوا نفهم موضوع مستويات الطاقة والتوزيع اللي عامل لكم مشكلة، وإيه الكلام ده ويعني إيه وبيحصل إزاي. صلى على النبي وسمي الله. هنرسم رسمة كروكي تاني للذرة بس شكلها مختلف شوية. هنرسمها إنها عبارة عن الكورة الصغننة اللي جواها البي يا اللي جواها البي. ادي الكورة اهي. يا لهوي دي بقى باظت خالص. ادي الكورة اللي جواها حاجتين، جواها البي وجواها الان، واتفقنا ان البي موجبة والان متعادلة. بيلف حواليها، يا رب تطلع بس ايه مظبوطة. حاول على قد ما اقدر اطلعها مظبوطة. طيب ده الشكل بتاع الذرة الكروكي اللي احنا هنحل بيه وهنفهم منه الدنيا. قبل بس ما اشرح لك الجزئية دي، احنا عندنا حاجة في الدنيا اسمها العناصر. هي ايه العناصر دي يا مستر؟ يعني ايه العناصر دي؟ قال لك ان علماء الكيمياء لما جم يحللوا المواد فتقسموا لنا الحاجات لحاجة اسمها عناصر، زي مثلا الحديد، النحاس، الهيدروجين، الاكسجين، النيتروجين، الالومنيوم، الليثيوم، البروم، البرون. كل الحاجات دي اسمها عناصر هناخدها وهنعيش فيها في الجدول الدوري الدرس الجاي. وايه قابل يا معلم، ده احنا هنتنفخ الحصه الجايه ان شاء الله يعني. ما تقلقش لما نوصل لها هنعرف كل حاجه. كل اللي عايزه منك انك تعرفه ان انا عندي حاجه اسمها العناصر. العناصر دي بتتكون من ذرات. طيب يا مستر، احنا هندي مثال للعناصر كله اكن يعني اللي هو اكنها هي دي العناصر كلها، هنقول عليها اكس. ماشي؟ يبقى انا عندي المثال اللي هقوله لك هو المثال اكس. طيب قال لك ان اكس دي بيتكتب فوقيها رقم وبيتكتب تحتيها رقم. الرقم اللي بيتكتب فوق بسميه العدد الكتلي، والرقم اللي بيتكتب تحت بسميه العدد الذري. يبقى تاني، الرقم اللي بيتكتب فوق بسميه العدد الكتلي، طب والرقم اللي بيتكتب تحت بسميه العدد الذري. ايه الفرق بينهم يا مستر؟ يعني ايه العدد الكتلي ويعني ايه العدد الذري؟ قال لك ان العدد الكتلي هو عبارة عن مجموع البروتونات مع النيترونات. يعني ايه الكلام ده؟ تاني، هو مش انا من شويه قلت لك ان الذره معظم كتلتها موجوده في النواه؟ هتقول لي اه انت قلت لي كده يا مستر. صح، حضرتك قلت لي كده فعلا. هو بقى قال لك في الامتحان ان العدد الكتلي او في الشرح العدد الكتلي اللي هو بتاع الكتله عباره عن عدد البروتونات زائد عدد النيترونات عشان يديني الايه الكتله بتاعتي او الوزن او العدد الكتلي بتاع الذره. طيب العدد اللي تحت يا مستر اللي انت قلت لي عليه العدد الذري ده عباره عن مين؟ ده عباره عن عدد البروتونات. جمله تحفظها زي اسمك بالظبط، ومالكش دعوه هي جت منين ولا هي اتعملت ازاي وهي عباره عن ايه. زي اسمك، تحفظها زي اسمك. عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. تاني، عدد البروتونات الموجبة معلش السبورة بتعلق. ان عدد يا لهوي ان عدد البروتونات مالها يا مستر بتساوي عدد الالكترونات. يبقى عدد البي الموجب بيساوي عدد الاي السالب. اقول لك بقى معلومه كمان، انا هستنتج من كده ايه؟
هستنتج ان الذره كلها متعادله. ستوب بقى يا مستر، يا نهار ابيض، انت كل شويه تقول لي حاجه جديده. ايه ده؟ يعني ايه الذره متعادله؟ واشمعنى الذره متعادله؟ والكلام ده حصل ليه؟ هو مش انا يا حبيب قلبي لما جيت اشرح لك الذره قلت لك انها النيوترونات متعادله فاكنها كده كده مش موجوده، اكني مش شايفها؟ قلت لي شحنتها مش موجوده. فساعتها كنت بحسب ان البي هي بس اللي موجوده، فبقول على النواه كلها انها موجبه. حصل يا مستر حضرتك قلت لي كده. طب ما انا لسه قايل لك دلوقتي ان البي عددها قد الاي، يعني الموجب قد السالب. مش الالكترونات سالبه؟ ايوه. والبروتونات موجبه؟ ايوه. ما انا لسه بقول لك ان البروتونات عددها قد الالكترونات، يعني الموجب قد السالب. وانا قلت لك ان لو الموجب قد السالب ساعتها ايه اللي بيحصل؟ الحاجه دي بتبقى متعادله واكن شحنتها مش موجوده. فعشان كده بقول على الذره كلها ان شحنتها مالها موجبه على سالبه، يعني شحنتها كلها متعادله. اشمعنى يا مستر؟ اصل عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. خلاص نرجع للصفحه بتاعتنا. طيب يبقى اتفقنا ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، يعني انا العدد الذري هو اكني هقول بروتونات، هو اكني اقول الكترونات. ما هي مش فارقه يا مستر، كده كده الاثنين قد بعض. فلو قلت لي ان العدد الذري عدد البروتونات صح، طب لو قلت لي العدد الذري عدد الالكترونات صح. انما العدد الكتلي كان مجموع بجمع البروتونات والنيوترونات. اصل حضرتك قلت لي ان الكتله بتاعت الذره في النواه، والنواه عندها البي والان، فلما احب اجيب عدد الكتله يبقى هجمع البي والان مع بعض. انما العدد الذري قال لك هو عدد البروتونات اللي موجوده جوه او عدد الالكترونات اللي بتلف حوالين النواه. خلاص جميل. يبقى ده كان العدد الكتلي وده العدد الذري. طب حضرتك بتقول لي الكلام ده ليه؟ انا بقول لك الكلام ده كله عشان هخش دلوقتي افهمك يعني ايه توزيع الكتروني، وايه القصه بتاعت التوزيع الالكتروني، وايه القصه بتاعت مستويات الطاقه والى اخره. فلازم انا اسسك واديك امثله عشان لما اجي احل تبقى فاهم وانا بعمل ايه. طيب ركز بقى معايا. ايه قصه مستويات الطاقه وهي عباره عن ايه وايه الموضوع بتاعها يا مستر؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النواه عامله بالظبط زي الشقه بتاعتنا. الشقه بتاعتنا عشان نروح لها لازم نطلع على السلم. هو نفس الكلام بالظبط، ان انا عندي مستويات الطاقه دي عامله زي السلالم اللي موجوده حوالين النواه. عشان يطلع ويخرج بره الذره لازم يضطر ان هو يطلع السلم اللي هي عباره عن مستويات الطاقه. تاني مستويات الطاقه دي عامله زي ايه؟ عامله زي السلم. مين اللي بيطلع عليها؟ الالكترون. عشان يمشي ويطلع بره الذره او عشان يمشي في طريقه لازم يطلع على السلم ده، اللي هو مين بقى السلم ده؟ اللي هي مستويات الطاقه. فمستويات الطاقه لما جينا عرفناها هي عباره عن ايه؟ قال لك هي مدارات، عشان عامله زي الدايره بيلف فيها الجسيمات الصغيره اللي هي الالكترونات حوالين النواه. يبقى مستويات الطاقه هي المدارات اللي موجوده اللي بيلف فيها الالكترونات حوالين النواه، عامله زي السلم الالكترون بيطلع عليها. طيب العلماء سموها لنا، عملوا لها اسماء. ايه هي اسماء مستويات الطاقه؟ قال لك لو انا خدت مثلا الجزء ده كده وقلت لك ان انا هاخده على جنب واشكله لي فيبقى شكله عامل كده اهو. قال لك المستوى الاول هسميه كي، والمستوى الثاني ال، والمستوى الثاني ام، والمستوى الثالث المستوى الرابع ان. طب هو يا مستر سمى الاسماء دي كده ليه؟ والله ما نعرف. هو عالم حبت في دماغه فراح سماها مستويات الطاقه دي كده اهو: كي ال ام ان. كلم المعلم نون. كلم المعلم ان بقى، بما اننا بنتكلم بالانجليزي يبقى كلم المعلم ان. يبقى كي ال ام ان، كي ال ام ان. كلم المعلم ان. يبقى انت مستحيل تنسى مستويات الطاقه. طيب لما جه شرح لنا مستويات الطاقه قال لك انها
عباره عن 4. ماشي جميل حلو. انت دلوقتي يا مستر لسه قايل ان مستويات الطاقه دي بيمشي فيها الالكترونات. جميل حلو. طب تقدر تقول لي عدد الالكترونات اللي بيمشي جواها هي عباره عن ايه؟ هي عليك وهتتحفظ ولازم تحفظها. قال لك ان المستوى الاولاني بيمشي فيه 2 الكترون بس. المستوى ده الاول، انا اسف، المستوى الاول بيمشي فيه 2 الكترون. المستوى الثاني بيمشي فيه 8. طب المستوى الثالث بيمشي فيه 18. طب المستوى الرابع بيمشي فيه 32 الكترون. يبقى المستوى الاولاني بيمشي فيه 2، الثاني 8، الثالث 18، والرابع 32. الارقام دي عليك حفظ ولازم تحفظها. طيب انما لما نيجي بقى في حاجه اسمها التوزيع، وهفهمها لك دلوقتي ايه اللي بيحصل وبتتوزع ازاي، وايه الالكترونات اللي هكتبها والاعداد اللي هكتبها بتتكتب ارقام مختلفه. انا بس عايزك تعرف ان المستوى الاولاني يقدر يشيل 2 بس، الثاني يقدر يشيل 8، طب الثالث يقدر يشيل 18، الرابع يقدر يشيل 32 الكترون. طيب تعال نخش بقى في التوزيع. يعني ايه التوزيع وبوزع ازاي يا مستر وايه الكلام ده؟ عشان ما انا عارف انك لسه ما حفظتش عناصر وان العناصر لسه تقيله عليك، فانا هديك امثله بالمثال اكس على طول. لو انا جيت قلت لك يلا بقى يا معلم وزع لي اكس، واكتب لك تحت مثلا 12 وفوق مثلا 36، اتفقنا ان ال 36 دي هي العدد الكتلي، طب وال 12 هي العدد الذري. يبقى ال 36 دي العدد الكتلي، طب وال 12 العدد الذري، يبقى اللي بيتكتب تحت هو العدد الذري. واتفقت معاك ان العدد الذري هو حاجتين، يا اما بروتونات او الكترونات. اشمعنى يا مستر؟ عشان البروتونات بتساوي عدد الالكترونات. طيب ازاي بقى بوزع؟ ولو جبت لك في الامتحان وزع لي العنصر ده شكله هيبقى عامل ازاي؟ طيب رقم 1 يا معلم هنرسم النواة. مش النواة اللي موجوده في النص؟ اتفقنا ان جواها بروتونات ونيترونات. طب انا لسه قايل لك ان مجموع البي والان، مش البي زائد الان هي العدد الكتلي. هتقول لي اداهولك بكام؟ ب 36. يبقى انا اقدر في استيكه يبقى انا اقدر لما اجي اوزع العنصر ده، تعالوا نوزعه تحتيه ليه بنمشي بعيد. لما اجي اوزع العنصر ده اقول لك ان هو من جوه كله 36، تقول لي ايوه يا مستر. طب تعالى اتفقنا مستويات الطاقه هم كام؟ 4. طب تقدر ترسمهم لي؟ كلم المعلم نون، كلم المعلم نون، كلم كي ال ام المعلم نون. طيب تعالوا نوزع. قال لك ان العدد الذري كله كام؟ 12. يبقى انا عندي العدد الذري اللي هحل بيه هو 12. المستوى الاولاني اتفقنا ان هو بيشيل 2 الكترون، اتبقى لي كام من ال 12؟ اتبقى لي 10. بص بقى يا معلم، التوزيع مختلف شويه عن الجمله اللي انا قلتها لك المره اللي فاتت. لما جينا نوزع قال لك احنا هنحط قانون ثابت. هو ده يقدر يشيل 8 وده يقدر يشيل 18 وده يقدر يشيل 32، بس لما تيجي توزع اخرك بعد المستوى كي تكتب 8 الكترونات بس. ايه ده مش فاهم يعني ايه؟ هقول لك. يعني المستوى ال وام وان اللي هم الثاني والثالث والرابع، اخرهم لما تيجي توزع تكتب فيهم 8 بس. ايه ده يا مستر؟ بس انت لسه قايل لي ان الام والان، الام تقدر تشيل 18 والان 32. هو بقى يا معلم لما جه يوزع قال لك ان هو ما يقدرش يشيل غير 8. انا مالي؟ اسال العالم اللي حطها. هو معلش بقى ناويين يروشونا ويجيبونا هنا شويه ويجيبونا هنا شويه. معلش حق عليا، انا عارف انكم تعبانين وانكم اتخنقتوا. معلش استحملوا. المنهج سهل. مفيش طبعا الكلام ده، منهج مش سهل ولا حاجه، المنهج رخم جدا بس انت قدها. انا عارف ان انت لسه صغنون بقى وخايف والكلام ده كله. لا يا حبيبي ما تخافش، مفيش حاجه، سيبها على ربنا ثم على العبد لله ومش هتندم. طيب فانت عندك اي حاجه بعد اول واحد بيشيل 8 بس، اخره يشيل 8. لو ما ينفعش او لو فكرت في دماغك انك تعدي الرقم 8 تحسب لك السؤال غلط.
هتقول لي رغم ان الام والان بيشيل اكتر من كده، بس هو في التوزيع ما بيشيلش غير 8. طيب احنا خدنا من ال 12 2 يبقى لي 10. طب ده هياخد 8. تمام، 2 و8 كام؟ 10. يبقى من ال 12 كام؟ 2. هحطهم هنا كده. انت وزعت لي العنصر اللي هو كاتبه لي فوق ده، اللي هو العنصر مين؟ العنصر اكس. تعالوا ناخد مثال كمان. هنحل 100 مثال، تقلقش. مش هحل مثال واحد وهمشي واسيبك، انا هحل كتير جدا 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 النهارده. لو قلت لك المثال عنصر اكس تحت 20 وفوق 40، قسم يلا دنيتك. ال 40 ده العدد الايه؟ هتقول لي العدد الكتلي اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو عباره عن البي زائد الان. طب ال 20 اللي تحت ده العدد الذري اللي هو عباره عن مين؟ حاجتين، يا اما البي يا اما الاي، يعني ده او ده. اشمعنى يا مستر؟ عشان عرفت ان البروتونات بتساوي عدد الالكترونات. طب تعالى نوزع. تعالوا نرسم النواة. اتفقنا ان العدد الكتلي هو اللي بيتكتب جوه هنا، فنكتب ال 40 جوه. يلا نعمل مستويات الطاقة. ادي 1 2 3 4. كلم المعلم نون. يلا نوزع. قال لي كام؟ 20. رقم هنا كبير شوية بس هنعرف نوزعه. هناخد هنا 2، يبقى أنا من ال 20 كام؟ 18. هناخد هنا 8، يبقى أنا من ال 20 كام؟ 10. طب هناخد هنا كام؟ 8. يبقى أنا من ال 10 كام؟ 2. أكتبها كده. أنا وزعت كله والدنيا زي الفل. خدت بالك إن أنا هنا آخري هكتب 8؟ ما بعرفش أكتب أكتر من 8. شفت؟ رغم إن الإم بتشيل 18 بس في التوزيع ما أقدرش أكتب غير 8. طيب سؤال كمان. اديني سؤال كمان يا مستر ودلعني دلعني دلعني. هنوزع لحد ما نورم عشان خاطر تحفظ طريقة التوزيع وما تتلخبطش فيها ابدا ان شاء الله. لو اديتك مثال قلت لك ان اكس تحت 16 مثلا وفوق مثلا 30، يلا اتفقنا ان ال 30 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن العدد الكتلي اللي هو البي زائد الان. وال 16 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن العدد الذري اللي هو حاجتين يا مستر، يا اما البروتونات يا اما الالكترونات. يلا نوزع العنصر اللي قصادي. العنصر اللي قصادي يلا نكتب الاول النواه. اتفقنا ان الرقم اللي بيتكتب جوه النواه هو الرقم اللي هنا، فهكتب هنا 30. يلا نوزع. ادي 1 2 3 4 اللي هم مين يا مستر؟ كلم المعلم نون. كي ال ام ان. يلا نوزع. العدد الذري عندي كام؟ 16. يلا هناخد هنا 2، يبقى من ال 16 كام؟ 14. هناخد هنا 8، يبقى من ال 14 كام؟ 14 ناقص 8 يبقى منها كام يا واد؟ يبقى منها 6. هل ينفع اخد من ال6 8؟ لا، يبقى اكتبها هنا تمام والدنيا زي الفل. يبقى انا هنا عندي كتبت له التوزيع بتاع العنصر اللي قصادي. يلا ناخد عنصر كمان. يلا عنصر كمان. شفت طريقه الحل عامله ازاي؟ سهله 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 جدا. انا دي بحلها بدماغي، انت لو حابب تجرب الاله جربها عشان ما تتلخبطش. ادي اكس، ولنفرض يا معلم ان تحت 22 وان فوق مثلا قول كام؟ قول 42. يلا اتفقنا ان العدد اللي فوق ده هو عباره عن العدد الكتلي. العدد الكتلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن البروتونات زائد النيوترونات. طب وتحت ده العدد الذري. طب العدد الذري ده عباره عن ايه؟ حاجتين يا مستر، يا اما البروتونات يا اما الالكترونات. يلا يا معلم تعالى نوزع. هرسم الدايره اللي في النص اللي هي مين دي ياض؟ اللي هي النواه. نكتبها عشان تفتكر، عشان اعرف الزهايمر. دي النواه، دي النواه يلا، دي النواه يا بت، عشان ما تنسوش عشان مش ناقصه. ماشي.
اتفقنا ان الرقم اللي جوه ده بيتكتب اللي هو مين؟ البروتونات والنيترونات اللي هو العدد الكتلي، فنكتب جوه يا لهوي ماشي الحمد لله، نكتب جوه ال 42. يلا نوزع. هات القلم الاحمريكو. يلا دي 1 2 3 4. كلم المعلم نون كي ال ام ان. يلا بينا نوزع. انت بالآلة يا معلم، انت بالآلة عشان ما تتلخبطش. فين العدد اهو؟ ادي العدد الذري عندنا اهو 22. نكتبه عشان ايه؟ نخصم بقى براحتنا. انزل تحت يا اسطى، ادي العدد الذري 22. يلا ناخد هنا 2 يبقى لنا 20. ناخد هنا 8 يبقى لنا 12. ناخد هنا 8 كمان يبقى لنا كام؟ يبقى لنا 4. يلا نحطها هنا. وزعنا. يا عيني شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ يا على الحلويات. يلا هناخد مثال كمان. والله ما هسيبك، انا مش هسيبك غير لما بص احس انك فرمت الجزئيه دي تقدر تحل اي سؤال عليها. ولو خدت بالك انا مش بديك امثله افكار كتير للمسائل عشان انا كده كده هحلها معاك في كتاب الامتحان ان شاء الله، بس انا بديك الاساس وبفصصها لك، وهتعرف ان الكلام اللي انا بعمله ده هيفيدك في حل الافكار التانيه. انت بس اسمع مني ومش هتندم. تعال نشوف اللي بعديه. يلا عنصر اكس عنده يا مستر 18 وعنده فوق 28. اتفقنا ان فوق ده هو عباره عن العدد الكتلي اللي هو عباره عن ايه؟ البروتونات زائد النيوترونات. طب واللي تحت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن العدد الذري. وقف، يعني انت لما تيجي تسمع الفيديو وقف وانا بحل، حل انت قبلي وبعد كده شوف انا حليتها ازاي، هتلاقي نفسك ان شاء الله حليتها صح. اتفاعل معايا كده يا واد، عايزك كده تفوق اكنك كده ايه، بص اكن انا قاعد معاك في البيت، انا قاعد جنبك اهو على الكرسي، انا هو قاعد جنبك اهو على الكرسي وبحل معاك. عايز ايه تاني؟ جاي لك البيت اهو، انا مش عايز منك غير ان انت بس تنفذ اللي انا بقوله، والله العظيم انت يلا نكمل. فالمهم العدد الذري ده عباره عن ايه؟ اتفقنا ده عباره عن حاجتين، عدد البروتونات وعدد الالكترونات. قشطه يا مستر، قشطه حبيب قلب المستر. يلا نكمل. الدايره الكبيره الزرقاء اللي في النص دي بتبقى مين؟ دي بتبقى النواه، واتفقنا ان النواه هي الكتله بتاعت الذره، فاللي هي اللي هيبقى عندها العدد الكتلي اللي هو كام؟ اللي هو ال 28. يلا نوزع. بسم الله. ادي 1 2 3 4. كلم المعلم ان. يلا نوزع. اديني يلا العدد الذري اهو 18. يلا هناخد منه 2 يبقى 16. هناخد منه 8 يبقى 8 ونحطها هنا. ادينا وزعنا والدنيا زي الفل وخلاص وزي الفل وتمام 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 وتمام. اظن يعني 1 2 3 4 5 انا فرمت لك الجزئيه بتاعت التوزيع دي. يعني انا اصلا مش لاقي مكان اديك مساله كمان، تعال اديك مساله كمان هنا اخر حاجه عشان اطمن برضو انك انت ايه الدنيا معاك زي الفل. يلا حلها قبل ما انا احلها، وريني كده هتحلها قبلي ولا لا. بسم الله. ادي العنصر اكس عنده تحت 24 عنده فوق 63. يلا هواي رقم. ادي دلوقتي عندي ده العدد الكتلي وتحت العدد الذري. العدد الكتلي هو البروتونات زائد النيوترونات. طب والعدد الذري حاجتين، يا اما الالكترونات يا اما البروتونات. يلا يا معلم تعالى نوزع. الكورة الزرقاء اللي في النص دي هي مين؟ هي النواة. طب النواة بيبقى جوه كتلة الذرة يعني البروتونات والنيوترونات، فتبقى رقمها من جوه ال 63. يلا نكتب مستويات الطاقة. مستويات الطاقة 1 2 3 4. كلم المعلم ان. يلا نوزع. هي دي بتتحركش، دي لازقنا، دي رخمة أوي، دي رخامتك. ماشي هنكتب عليها. يلا يا معلم ادي العدد الذري عندي كام؟ 24. يلا بقى نخصم، انت بقى بالاله طير يا معلم. هاخد منها 2 يبقى 22. هاخد منها 8 يبقى لي 16. هاخد منه 8 يبقى لي 8. احطها هنا كده. خلصت التوزيع والدنيا زي الفل. سلام 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 على الجمال والحلويات. فرمتها لك
فرمتها لك، ما فيهاش نفس. تمام، اظن كده انا خلصت معاك الجزئيه بتاعت التوزيع الالكتروني والدنيا زي الفل، مش ناقصك اي حاجه فيها. تعالوا نخش على الجزء اللي بعده، والجزء اللي بعده هو جزء خفيف كده ولذيذ، هتكلم معاك فيه بسرعه وهدردش معاك فيه، انما كان الاهم اللي انا حليته معاك. طبعا في افكار اعلى وفي افكار اكتر في الجزئيه بتاعت التوزيع الالكتروني، انا بس اديتك الاساس عشان لو جاب لك اي مثال من الدنيا تعرف تحله. بص انا عامل معاك ايه، انا بفصص لك. ايه ده الله جميل قوي شكلها حلو. بص انا مفصصها لك، انا مفصصها لك. شفت احنا بنحل ازاي؟ بنقسم العدد الكتلي، هو عباره عن بروتونات ونيوترونات. فلو في الامتحان سالك انا عايز عدد النيوترونات ياض، تعرف تجيبه؟ تعرف تجيبه؟ تعرف تجيبه؟ طبعا هتقول لي لا ما اعرفش اجيبه. ومن هنا بقى بنوجه الشكر للطالب الحمار اللي قال لا مش عارف اجيبه. ليه بقى؟ عشان ده ما بيفكرش. انا ما قلتهاش، انت المفروض تفكر وتجيبها. وانا في الامتحان قلت لك هو انا عايز عدد النيوترونات، تعرف تجيبه من طريقه فهمك من غير ما اقول لك القانون؟ انا ما قلتش القانون، هل انت تعرف تجيبها؟ هي ليها قانون وبيتحفظ، بس انت تعرف تجيبها؟ يعني انا مساله زي اللي فوق دي لو قلت لك اديني عدد النيوترونات، تعرف تجيبها لي؟ فكر، صلي على النبي. تعالوا كده في الجزئيه الايه الجديده دي، قبل ما اشرح الحته بتاعه النظائر اشرح لك حته صغيره كده عشان ما قلتها لكش، نشوف دماغك هتجيبها ولا لا. انا دلوقتي لما بديك مثال بقول لك ان اكس تحت بيبقى 18 وفوق مثلا بيبقى 30 مثلا، وكنت بقول لك ان ده العدد الكتلي وبيتكون البروتونات زائد النيوترونات، و18 ده كنت بقول لك هو حاجتين، يا اما بروتونات يا اما الكترونات، يعني يا اما ده يا اما ده. طيب انا دلوقتي عندي العدد الكتلي اللي هو بي زائد الان مع بعض بيساوي 30. طب ما انت يا معلم عارف ان العدد الذري اللي هو البروتونات ب 18، اعرف اجيب ال 30؟ تقول لي بقى ساعتها ايه؟ ان النيوترونات يا مستر هتساوي العدد الكتلي اللي هو ال 30 ناقص العدد الذري اللي هو 18، فيطلع لي الناتج بكام؟ ب 12 نيوترون متعادل الشحنة. فمن هنا العلماء بقى طلعوا قانون، والقانون ده عليكم بتحفظ، ان عدد النيوترونات بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. العدد الكتلي ساعات بنرمز له بالرمز A، والعدد الذري بنرمز له بالرمز Z. احفظوا الحاجات دي. يبقى انا دلوقتي عدد النيوترونات، بص انا جبتها لك من القانون، فهمت لك هي جت ازاي. هم بقى راحوا عملوا لها قانون. انا عندي العدد الكتلي والله B و N، طب ما انا عارف ان العدد الذري هو اصلا البي، طب ما انا اعرف اجيب الان، معايا البي ب 18 والعدد الكتلي كله 30، يبقى انا اعرف اجيب الان. فالنيوترونات بتساوي العدد الكتلي اللي هو ال 30 ناقص العدد الذري اللي هو 18، فطلع لك عدد النيوترونات. بنرمز للعدد الكتلي ب A في الامتحان والعدد الذري بالرمز Z. هلم لك كل الكلام اللي هو الرموز وكل حاجه بنرمز لها ايه والشحنات في جزء في الاخر كده، بس ما ركز معايا. طيب هتشرح لي هنا بقى ايه دلوقتي يا مستر؟ هشرح لك حاجه اسمها النظائر. هي ايه النظائر دي يا مستر؟ وهي عباره عن ايه؟ سم الله، صل على رسول الله. وتعالوا بقى نعرف يا حبايبي ايه هي النظائر، ويعني ايه كلمه النظائر وبتتكلم عن ايه. صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا حبيب قلبي، النظائر دي عامله زي اخوك التوأم اللي فيه اختلاف صغير قوي 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 عنك. يعني انا وانت شبه بعض، ولنفرض انك انت اخويا التوأم، بس اختلاف، انا شعر بني انت شعرك اصفر مثلا، انا عيني سودة او عيني بني انت عينك زرقاء. احنا توأم شبه بعض، بس انا ولد وانت بنت. تحس ان احنا توأم، احنا تيبيكال، احنا اخوات بعض، بس دايما بيبقى فيه اختلاف واحد او اختلاف صغير كده ما بيننا. اهي النظائر دي عامله بالظبط زي الاثنين الاخوات التوأم اللي في ما بينهم اختلاف. ففي قاعده لينا في الكيمياء نعرف نميز بها عن النظائر. قال لك ان النظائر هي كل العناصر اللي بتتساوى مع بعضها في العدد الذري، يعني الرقم اللي تحت ده هو بس بتختلف في العدد الكتلي. تاني يا مستر،
قال لك ان النظائر هي عناصر بتبقى زي بعضها في العدد الذري، بس بتبقى مش متساويه في العدد الكتلي، زي الاخوات التوأم اللي بيبقى فيهم اختلاف واحد. هديك مثال المنهج قال لك ان انا عندي الاتش ده هو عنصر الهيدروجين، عنصر الهيدروجين. في الحته بتاعت النظائر قال لك اللي انا لقيت كلهم بيتساووا في العدد الذري، العدد الذري بتاعه واحد، بس بيختلفوا في العدد الكتلي. ايه ده؟ هتلاقيهم كلهم زي بعض في العدد الذري، بس هم مختلفين في العدد الكتلي. معلش، في اسامي رخمه لازم تحفظها زي اسمك، اساميهم عليك حفظ وهتتحفظ زي اسمك، لازم تتحفظ. ايه هما؟ قال لك اساميهم بروتيوم. لا، تعال نغير اللون، نجيبوا لون بقى اخضر معفن عشان كان مشع وكده. بروتيوم، معلش لازم تحفظ. تريتيوم، ديوتيريوم. يبقى ده اسمه بروتيوم، ده اسمه تريتيوم، ده اسمه ديوتيريوم. يبقى ده اسمه بروتيوم، تريتيوم، ديوتيريوم. بروتيوم، تريتيوم، ديوتيريوم. بروتيوم، تريتيوم، ديوتيريوم. بروتيوم، تريتيوم، ديوتيريوم. هي دي العناصر المشعه بتاعه الهيدروجين، كلهم بيتساووا في العدد الذري بس بيختلفوا عن بعض في العدد الكتلي. طيب، علينا التركيب الذري بتاعهم. انا دلوقتي لو جيت قلت لك تعالى اعمل لي التوزيع الالكتروني بتاعهم، هتقول لي حاضر يا مستر، هاجي اوزعهم لك. سهله، ده انا اشطر واحد عندي في الفصل بعرف اوزع، انا اشطر واحد في صحابي في عمليه التوزيع. طيب وريني اما نشوف. ادي اتفقنا اللي احنا بنرسم الاول الكوره الكبيره اللي هي النواه بيبقى فيها العدد الكتلي، فهنا هيبقى 1 وهنا هيبقى 2 وهنا هيبقى 3. طيب جميل، تعالى نرسم مستويات الطاقة. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. كلم المعلم ان، كلم المعلم ان. طيب يلا نوزع. العدد الذري هنا كام؟ 1، اكتبها بس، خلصت على كده. طب العدد الذري هنا كام؟ 2، اكتبها بس. العدد الذري هنا كام؟ قصدي 1 برضو، اكتبها. طب وهنا كام؟ 1، اكتبها. طب هو كده بقى الاختلاف في ايه يا مستر؟ انا مش فاهم. قال لك الاختلاف في عدد البروتونات وعدد النيترونات. مش هم مختلفين في العدد الكتلي؟ ايوه. طب والعدد الكتلي هو عباره عن بروتون ونيترون؟ ايوه. يبقى الاختلاف في عدد البروتونات والنيترونات. معلش لازم تحفظها. قال لك ان انا عندي الطبيعي والله اللي انا اعرفه ان النواه بتحتوي على بروتونات وبتحتوي على النيترونات. يا مستر دي مين دي يا صاحبي؟ دي النواه، صح؟ قال لك بقى انا لقيت ان النواه بتاعت البروتيوم ما فيهاش غير حاجه واحده بس. لما جيت ابص عليها تحت الميكروسكوب لقيت جواها بروتونات موجبه بس. تقول لي ايه ده ازاي يا مستر؟ يعني ايه ده؟ انت من الصبح عمال تحفظني ان النواه بروتونات ونيترونات، جاي دلوقتي تقول لي ان البروتونات بس هي اللي موجوده في النواه؟ دي حاله شاذه، احنا بنتكلم عن النظائر المشعه، مش بنتكلم على الوضع الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنشرح بيه. فهنا يا حبايبي عندك اللي موجود جوه هو بروتونات بس. طب هنا العدد 2، لما جينا نبص لقينا ان هنا عنده بروتون 1 ونيترون 1، فلما جمعهم على بعض طلع الرقم عندي كام؟ 2. يبقى انا هنا عندي 1 بروتون وعندي 1 نيترون. يبقى انا البروتيوم عنده بروتون 1 بس وما عندوش نيترونات اصلا. التريتيوم عنده بروتون وعنده نيترون، عشان كده طلع المجموع عندي كام؟ 2. طيب اتبقى لي اخر حاجه وهي الديوتيريوم. قال لك بقى الديوتيريوم لما جيت ابص عليه تحت الميكروسكوب لقيته بيتكون من بروتون واتنين نيترون. تاني لقيته بيتكون من بروتون واتنين نيترون. يبقى هو عنده 1 بروتون وعنده 2 نيترون بس. تمام.
ودي كده اخر حاجه عندنا في الحصه، وهي النظائر المشعه. تعالى بقى يا معلم، تعالى بقى يا معلم، نعمل كده ايه، حاجه نسميها الملخص بتاعنا بتاع الحصه، عشان نبقى فنشنا الحصه بتاعتنا ويبقى مش فايتنا اي حاجه ولا اي جزئيه فيها. وهنسميها لخص مع عبد الرحمن. ايه رايك في الاسم؟ يلا نلخص مع مستر عبد الرحمن. ايه بقى يا مستر لخص مع مستر عبد الرحمن؟ هقول لك الخلاصه بتاعت الحصه النهارده والحاجات اللي انت ممكن تتلخبط فيها. اول حاجه لما جينا نشرح، شرحنا عندنا الماده، فقلت لك ان الماده عباره عن ايه. يلا تعالوا نجيب السوديكه بقى. قلت لك ان الماده هي بتتكون، واي حاجه في الدنيا بتتكون من حاجات ابسط منها. فالماده بتتكون من جزيء، والجزيء بيتكون من ذرات، وكانت الذرات هي اصغر حاجه عندي. اتفقنا ان الذره بتاعت حضرتك بتتكون من ايه؟ حاجتين، بتتكون من نواه، وهي لا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. بتتكون من نواه، والنواه دي هي اللي فيها معظم كتله الذره. وبتتكون من ايه كمان؟ قال لك بتتكون من جسيمات صغيره بتلف حواليها، اطلقنا عليها اسم الالكترونات. كان عندي 3 حاجات، كان عندي البي كنت بقول عليه بروتون، وكان عندي الN كنت بقول عليه نيترون، وكان عندي الE وده كنت بقول عليه إلكترون. اتفقنا ان البروتون موجب الشحنة، النيترون عنده موجب وسالب فده متعادل، والإلكترون سالب، يبقى ده موجب ده متعادل، اما ده سالب. بعد كده دخلنا وقلت لك اللي انا عندي النواه الجميله بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي بتتكون من ايه؟ قال لك ان النواه بتتكون من حاجتين، بتتكون من البروتونات والنيترونات، فلما بنجمعهم مع بعض بيديني حاجه اسمها العدد الكتلي. واتفقنا ان النواه عشان عندها النيترونات المتعادله الشحنه والبروتونات الموجبه، فدي ولا اكنها موجوده، فساعتها كنت بقول لك ان النواه كلها موجبه الشحنه. لما جينا نتكلم بقى على الذره كلها يا مستر، اتفقنا ان كده ان الذره بتتكون من النواه ومستويات الطاقه، النواه الموجبه ومستويات الطاقه اللي بتلف حواليها. ومستويات الطاقه اللي بتلف حواليها دي كان فيها ايه؟ كان فيها الالكترونات، فالالكترونات كانت شحنتها سالبه. كنت بقول لك ان انا دايما عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، فقلت لك ان الموجب قد السالب. طب انا لما باجي اتكلم ان الموجب قد السالب، ساعتها بقول على الحاجه دي متعادله، فالذره عندي متعادله كهربيه. واخر حاجه شرحناها في الحصه بتاعتنا، واتفقنا قبل ما نمشي، اتفقنا ان انا عندي دي هي العدد الذري، ان سواء عدد البروتونات او عدد الالكترونات هو العدد الذري. العدد الكتلي برمز له بالرمز A، والعدد الذري برمز له بالرمز Z. اخر حاجه خالص في الحصه كانت النظائر، وهي قصادك ايه على السبوره. النظائر دي هي عباره عن ايه يا مستر؟ قال لك هي عناصر بتتساوى في العدد الذري وبتختلف فين يا اخويا؟ في العدد الكتلي. مثال يا مستر، اديتك مثال يا صاحبي، البروتيوم والتريتيوم والديوتيريوم، ودي كانت النظائر بتاعت ذره الهيدروجين. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الحصه بتاعتنا. اظن ان انا يعني مش عايز اقول لك يعني، بص انا جايب اخري، جايب جاز. عارف ان الحصه طولت شويه، ولكن هو الدرس كبير والدرس تقيل، وانا شرحته كله في فيديو واحد. ان شاء الله لما اشوف رايكم في الكومنتات واشوف اراء زمايلكم، هل حابين ان انا اشرح بعد كده الدرس كله ككتله واحده وتشوفوه في فيديو واحد، ولا اقسمه على حصتين؟ ساعتها هنشوف لما تقولوا لي في الكومنتات. يا رب حبايبي اشوفكم احسن الناس في الدنيا يا رب يا رب يا رب. قبل ما اقفل هقول لك بس كام حاجه. احنا بعد كده ان شاء الله هيكون عندنا في امتحان على الحصه، هينزل تحت في اللينك بتاع الفيديو، هتخش تمتحنه، ولو ما امتحنتوش هنفخك وهعرف اجيبك وهكلم ولي امرك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا باذن الله ده جزء الشرح، جزء الحل والتطبيق انا هحل لك جزء كتاب الامتحان بالكامل فول فري لحد اخر السنه ان شاء الله على قناتي على اليوتيوب. هذاكر معاك فيها واحده واحده وهعلمك ازاي بقى تحل. انت بتذاكر والدنيا بتبقى تمام، بتيجي بقى تحل
بلاطه زامبلايز مش موجوده خالص. فلما نوصل ان شاء الله للجزء بتاع الحل هعرفك ازاي بقى بتحل، وان الحل حاجه تاني والشرح والمحافظ والذاكره حاجه تاني. هتوحشوني يا حبايب قلبي، يا رب اشوفكم احسن حاجه في الدنيا يا رب يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم الدك في العلوم مستر عبد الرحمن.